اوه يا سلام، زويته ديالي بصح، فيديو مريح بحال باين. وبدينا كنكومبليكيو الحياه. بغيتي بروتينات ذات جوده عاليه، بغيتي احماض دهنيه غير مشبعه، لوميغا 3. شنو هي لوميغا 3؟ راه كنز، راه مهم بزاف للصحه ديال القلب، مهم بزاف للدماغ، مهم بزاف للتستوستيرون، مهم بزاف للمناعه، مهم بزاف لفيتامين دي، لوميغا 3. ونسبه عاليه من البروتينات خليناهم حدانا. بواطه ديال السردين بكل بساطه. علاش؟ السردين من الاسماك الصغيره، وبالتالي فهي اسماك اللي غتكون اقل تلوث بالمعادن الثقيله. هذا السردين ما كملش قرايته، وهذا السردين كمل قرايته شي شويه. دابا هادو شنو الفرق بيناتهم؟ غنحاول نشرح لك شنو الفرق بيناتهم. هذا سردين بزيت الزيتون، هذا السردين بمطيشه، هذا السردين بالماء. دابا الفرق بيناتهم، الا بغيتي سردين وبسعرات حراريه اقل غتاخذ ديال الماء، بغيتي سردين بسعرات حراريه طالعين غتاخذ ديال زيت الزيتون ولا ديال مطيشه. فرطنا فيه 25% ديال هذا المنتوج كلها بروتينات، وبروتينات ذات جوده عاليه، فيه دي زوميغا 3. عندك عاوتاني واحد القضيه مهمه اللي خصني نقولها لك وما ننساهاش. السردين من الاسماك الصغيره اللي كتحتوي على السيلينيوم. السيلينيوم يخليك تنقي الجسم ديالك من لو ميركور ولا من التسممات ديال المعادن الثقيله اللي كتاكلهم في الحوت الكبير، بحال الطون، بحال الدوراد، وزيد وزيد. رجع لبواطه السردين مره، دير عليها بصيله، دير عليها الثومه وضربها وتهلا ليا في راسك، وبارطاجي هذه المعلومه مع صحابك. كيعاون ربي.